طبعا احمد الطيب نزل بوست بيتكلم على فتوح، انتوا فتوح بيتفسح، فتوح بيخرج، فتوح بيعمل، وبيدافع عنه يعني ان انتوا مالكمش دعوه، كل واحد يعمل اللي هو عايزه. جميل، مفيش مشكله. لكن هو طب بالنسبه لان هو هرب من المعسكر وطلع قال لك ان رايح يزور عمه، وانا اول مره في حياتي اعرف ان عم فتوح يبقى راغب علامه. اول مره اعرفها دي. وياخد سلفه 500 الف جنيه ويروح يحضر حفله ويسيب الفريق في معسكر، فتطلع انت تدافع عنه. ولما حد يذكرك بحديث عن النبي عليه الصلاه والسلام يقول لك ان ده ما ينفعش ودي كذبه، فانت تقول له دي كذبه صغيره ويجوز يجوز. طب هي كانت يجوز لو كان امام عاشور هو اللي كان موجود مكان مكان فتوح؟ اكيد لا. ولكن هم الزملكاويه والكيل بمكيالين، شايفين ان هنا يجوز وهنا لا يجوز. طب امام كان واخد اجازه، انت فاهمني، وكده كده الدنيا وقاعد في البيت هيحبس نفسه فهيطلع يتفسح، ولكن باللوم عليه ما يبقاش في مكان زي ده. انما انت فتوح في معسكر، ويسيب الفريق ويكذب وياخد فلوس ويخلع عشان يروح يحضر حفلة في الساحل.